يا حنة يا حنة يا قطر الندى، أغنية بسيطة اتغنت في أفراح كتير، بس قليل قوي اللي يعرف إن ورا الأغنية دي في قصة واحدة من أغرب وأغنى قصص الزواج في تاريخ الإسلام. حنة يا حنة يا حنة يا قطر الندى، يا شباك حبيبي يا عيني جاية بالهوى. قصة أميرة وفرح وسياسة وخزانة دولة اتصفت حرفياً. قطر الندى أو أسماء بنت خمروي ابن أحمد ابن طولون. الحنة يا حنة يا قطر الندى، يا شباك حبيبي يا عيني. مش بس كانت عروسة، دي كانت أشهر عروسة في التاريخ، مش عشان جمالها بس ولا علشان كانت بنت أمير مصر، لكن علشان جهازها كان أسطورة، موكبها كان دولة ماشية على الأرض، وفرحها خلى بغداد كلها تقف تتفرج. الحكاية ما بدأتش بقرار سياسي ولا بحرب ولا حتى بخطوبة، بدأت بحلم. مرضعة قطر الندى ست بسيطة شافت في منامها حلم غريب، حلم لدرجة إنها ما سكتتش عليه. دخلت على خمروي وقالت له: شفت نفسي في قصر كأنه الجنة. وسألت القصر ده لمين؟ قالوا لي ده الملك المشرق، والنهاردة بتتزفله بنت ملك المغرب. وشفت بنتك يا مولاي عروسة قاعدة على سريرها، يمينها النيل وشمالها دجلة. خمروي اعتبر الرؤية بشارة، لكن قطر الندى كانت طفلة لا تفهم سياسة ولا خلافة ولا ملوك. جلاب الهوى حنة يا حنة يا حنة يا قطر الندى. قطر الندى كانت بنت أبوها، مفضلة وقريبة من قلبه، مش بتناديه مولاي زي باقي أولاده، كانت بتناديه بابا. كان خمروي أمير قوي شرس في الحكم، لكن قدام بنته كان أب بس. يا شباك حبيبي يا عيني جاية بالهوى. لا 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 لا، الصبر ده حاجة محالة. حتى وهو أمير مصر كان دايماً قاعد جنبها وبيحب سبع زريق اللي كان حارسه، والبنت كانت تشوف أبوها زي زريق قوي مخيف بس حامي مملكته. قطر الندى كبرت وملامحها ابتدت تتغير، والسياسة ابتدت تدخل حياتها غصب عنها. الدولة الطولونية في مصر كانت في صراع دايم مع الخلافة العباسية في بغداد، حروب، شد وجذب، أموال، والخليفة المعتض كان عايز يرجع مصر تاني تحت إيده، لكن جيش خمروي كان أقوى. فلما الحرب ما جابتش نتيجة، السياسة قالت كلمتها: جواز بدل سيف. خمروي بعت هدايا، أموال، وطلب نسب، بس مش أي نسب. في الأول كان طالب الجواز لابن المعتض، شاب في سن قطر الندى، لكن المعتض فاجئ الكل وقال جملته الشهيرة: خمروي عايز يصيدنا بشركة وأنا هصيده بشركة، وطلب قطر الندى لنفسه. قطر الندى ما شافتش في الجواز مصر ولا مجد، كانت شايفة نفسها بتتجوز راجل كبير عشان السياسة مش عشان الحب. كرهت الفكرة وخافت من الرحيل ومن بغداد ومن حياة جديدة بعيدة عن النيل، لكن خمروي عارف يدخل لها من الباب اللي بتحبه. قال لها: هعمل لك فرح الدنيا كلها ما شافتش زيه، فرح أفلس الدولة الطولونية. وهنا التاريخ وقف يتفرج. خمروي قرر يعمل أغلى جهاز عروسة في الدنيا، مش بس جهاز بنت أمير، ده جهاز ينافس نعم الخلافة نفسها، دهب، جواهر، لؤلؤ، حرير، تحف ما اتعملتش قبل كده. يا روح له يا قول له تعالى، لا 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 لا، الصبر ده حاجة محالة. كمان اتكتب عنه
وكان في دكة من الذهب وقبة ذهب، وفي كل فتحة جوهرة ملهاش تمن، ومئات الأواني من الذهب، وآلاف قطع الملابس، وتجار مخصصين من بغداد وأشهر تجار جواهر اشتغلوا على جهازها. ولما خلص فاض معاه مئات الآلاف من الدنانير، وخمروي قال له خدهم، دول حق تعبك. وفي روايات بتقول إن الرقم وصل ل1,000,000 دينار. لا يا روح له يا قول له تعالى لو يطلب مني العيش. الرحلة اللي ما تكررتش. الموكب خرج من الفسطاط لبغداد، وفي كل محطة قصر جديد، استراحة قصر، راحة قصر، كأن قطر الندى لسه عايشة في بيت أبوها. ولما دخلت بغداد يوم العيد المدينة كلها خرجت، ناس وستات ورجال وأطفال، وكان في مقدمة الموكب بقى زرافة، وراها بغال مدهونة ذهب، ورجالة لابسة ديباج وحراب من الفضة. بغداد عمرها ما شافت الكلام ده. وأول ما المعتض شاف قطر الندى وقع، مش سياسة ولا صفقة، ده كان حب حقيقي، اهتم بيها وقربها ودلعها، خلاها ملكة فعلا. عاشت معاه سنين هادية لحد ما الدنيا اتقلبت. راح اقول له خد الاتنين لو يطلب مني العين، راح اقول له خد الاتنين وتحني الليالي. خبر مقتل خمروي كان ضربة، الدولة الطولونية وقعت، الحلم انتهى، قطر الندى اتكسر وما رجعتش زي الأول. وبعدها بفترة قصيرة رحلت وهي في عز شبابها، اتدفنت جنب أبو المعتض، وبس كده. فضل من الحكاية أغنية واسم وحكاية فرح أفلس خزانة مصر. فرحتنا سوا وافرش له ضفر